بدأت القصة برجل ينزف ويكافح من أجل التنفس. فكر في مدى بعدهم عن البداية. أشعة الليزر تتساقط عليهم، تمسك بالأمل بأنهم ربما يستطيعون هزيمة العدو. لكن في لحظة طعن شيء في صدره، تجمد. استغرقه الأمر لحظة ليدرك أن هناك الآن ثقبا في صدره. سقط على ركبتيه، حينها أدرك أنها ضربة قاتلة. انهار وجهه أولا على الأرض، ثم خطرت له فكرة عن كيف سيموت دون أن يتمكن من فعل أي شيء. كانت عيناه الضبابيتان تحدقان للأمام. كان ينظر إلى الكائن البشري الطائر، أعظم أعداء البشرية الذي يدعى المصفي. في يوم من الأيام ظهر هذا الكائن غير المعروف ومسح قارة كاملة عن الوجود. في هذا العالم تشكلت مجموعة خاصة للدفاع عن الإنسانية ضد هذه الوحوش. كان أول عضو رجلا معروفا بقدرته على النجاة من ضربة نيزك هائلة دون أن يصاب بأي خدش، مستخدما درعا فقط. فكر في ذلك، لأن الناس أطلقوا عليه لقب درع الحماية في العالم، براين ميلر. وكان هناك أيضا حكيم عظيم يقال إن لديه قوة تعادل كتيبة كاملة. إنها الحكيمة العظيمة بيلن البرايت. بالإضافة إلى ذلك هناك رامي سهام أسقط تنينا عالي المستوى بضربة واحدة، اسمه يعقوب بلومفيلد الرامي الإلهي. ثم هناك أقوى مبارز جاء إلى الوجود، القديس السيف آمي وايت. ثم كان هناك مجموعة تدعى وحدة الدعم. كانت الجثث متناثرة في جميع أنحاء المنطقة. الرجل على حافة الموت، بطل قصتنا، كان الجندي العادي غرايلي الذي يعتقد أنه مجرد بيادق للتضحية. شاهد تلك المعارك من مجموعة النخبة، وفكر في كيف أنهم في مستوى آخر. كان يعلم أن خريجي أكاديمية اتحاد العالم كانوا مذهلين، لكن لم يتوقع أن تكون الفجوة بينهم واسعة إلى هذا الحد. أطلق هؤلاء النخبة هجمات أصابت المصفي، جعلته يشعر بالسوء لأنه تساءل عما إذا كان وجود وحدة الدعم مهما أم لا. استمرت آمي في خوض المعركة مع المصفي، حاولت طعنه بحركات سريعة جدا، شد غراي أسنانه وهو يشهد الفجوة الواسعة. حتى لو كانوا قد تدربوا بجد، كان الأمر مؤلما له لدرجة جعلته يبكي. المصفي يتجنب الشفرات ببراعة، حتى خدشت إحدى الشفرات. أعجب بأنه تمكنت آمي من إصابته، لذلك أصبح جادا. أطلق ضربة سريعة وقطعت ببراعة جسد النخبة إلى نصفين. سقطوا وقد تدفقت الدماء من أجسادهم. اتسعت عين غراية في صدمة. أظهر المصفي مهارته الحقيقية. الآن بعد أن انتهى من اللعب لم يصدق غراي أنه أخرجهم. بضربة واحدة أدرك أنه كان يلعب فقط. حتى ذلك الحين آلم أن يعترف بأنه ليس هناك طريقة ليحققوا الفوز. كان مستلقيا هناك في بركة دمه، لكنه كان لا يزال واعيا. مضى وقت منذ أن تم اختراق قلبه، لذلك كان الأمر لغزا بالنسبة له. لماذا لا يزال على قيد الحياة عندما تنقط دماؤه؟ تحدث شخص ما بصوت ضعيف. أخيرا وجدتك. تحولت قطرة الدم إلى ضوء صغير، وفي النهاية أصبحت رسالة. تم استدعاء غراي ليخرج لأنه يمتلك قوة عظيمة. استيقظ متفاجئا عندما نظر إلى محيطه. كان مكانا مظلما به عدة هياكل حجرية. فسأل أين هو، مما جعله يعتقد أنه في الآخرة، على الرغم من أنها قاحلة تماما. بجانب ذلك كما لاحظ أن هناك شخصا جالسا على العرش. هذا الشخص يعطي انطباعا كأنه إلها بملابسه السوداء، بقرون وغطاء يغطي جبينه وعلامة ذهبية على صدره. كان لديه وجه هادئ وثابت. تحدث الكائن الغامض إليه قائلا إنه لم يمت، وأخبره أن جروحه الجسدية قد تم شفائها بالفعل. ثم خطر لجراي شيء ما. تم عرض جسده المصاب على شاشة. سأل الكائن إذا كان قد شافاه، فأجاب أنه لم يكن هو، بل كانت قوة جراي الخاصة، مما جعل جراي مرتبكا. لم يستطع الكائن الغامض تفسير ذلك له، لأنه كان أيضا غير قادر على تحليل قوة جراي بشكل صحيح، لكنه يضمن له أن قوته أقوى مما يمتلكه المحصل، لكن فقط إذا تمكن من التحكم بها بشكل صحيح. سأل جراي إذا كان أنهم يمكنهم الفوز في المعركة، فأجاب أنه لا يعرف ولن يكون لديه آمال كبيرة، ومع ذلك يعتقد أيضا أنهم يجب أن يتخلصوا من المحصل. ولهذا السبب نهضوا وطعنوا صدر جراي حتى يتمكن من الذهاب.
ثم ظهر الضوء أزرق ساطع وظهر دائرة سحرية على صدر جراي. أعلن الصوت أنه سيمنحه قوته. في النهاية استيقظ جراي على جثته الملطخة بالدم. أمسك بسيفه وكان طرف السيف مغطى بالطاقة المظلمة. قيل له أنها قوته الخاصة. أخبره الكائن الغامض أن قوته ليست شيئا يمكن رؤيته بالعين المجردة. فهم جراي أن المحصل لاحظه. ثم بدون تردد قام جراي بشق المحصل. عندما رأى وجهه لم يصدق أنه لا يزال هناك شخص قوي متبقي. كانت صدره مخدوشة. أدرك جراي أن هجومه ألحق بعض الضرر، فاندفع مرة أخرى وكان واثقا من أن قوته أقوى منه. لكن المحصل نصحه بعدم التقليل من شأنه. الشيء التالي الذي عرفه جراي هو أنه صدم استغرقه وقتا لمعالجة ما حدث. تم قطع جسده إلى نصفين ولم يتبقى سوى نصفه السفلي وانفجر الدم منه كنهر. أشاد المحصل به لدفعه لاستخدام كامل قوته بشكل غير متوقع. غطى الضباب أسود المنطقة وظهر رجل مقنع كان يرتدي قناعا على وجهه. كان جسده مشابها للهيب الأسود. رفع سيفه الضخم الأسود. كان المحصل مرتبكا فأنشأ على الفور حواجز حوله وتم إطفاء اللهيب الأسود في الجانب الأيسر من وجهه. ومن هناك يمكن التعرف على جراي. سأل المحصل إذا كان إنسانا حقا. حدق جراي إليه ثم هاجمه. اتقى سيفه بالحاجز. حاول كسره ثم لاحظ المحصل شيئا. تحطمت حاجزه وشق السيف جسده. سأل مرة أخرى إذا كان إنسانا حقا. أجاب جراي أنه كان يتساءل نفس الشيء. ثم أخذ خطوة. اعترف جراي أن قوة المحصل ليست مزحة. لم يتوقع أن لا يزال على قيد الحياة. بدأ يتنفس بصعوبة. اقترب منه المنظم وهمس أنه سيحطمه مرارا وتكرارا حتى يموت. لكن جراي هاجم أولا. قطع المنظم وسال دمه الأصفر. وصفوا بأنه وحش لكنه لم يكن على وشك الهزيمة حيث أحاطت به الأضواء. بينما كان يجمع المزيد من القوة ضم يديه حتى ظهر دائرة سحرية. قال إن الوقت قد انتهى. تمسك بسورد الكبيرة. بينما كان ينتظر حركة المنظم التالية تفاجأ جراي لأن الليل قد حل فجأة. لكن لم يكن ذلك مهما بالنسبة له. ذهب خلفه. فكر في قطع رقبته لكن سيفه تم بلوكينج بارير. فاجأه. أخبره المنظم أنه لا جدوى من ذلك لأنه في مستوى الغسق الحقيقي لا يمكن أن يؤذيه شيء. لذلك نصحه أن يتوقف عن مقاومته الفارغة وينظر إلى النجوم. اتسعت عين جراي. كانت النجمة تنعكس في عينيه. كبرت وأضاءت بشدة. قال المنظم إنها جميلة. كانت مثل الشمس وفجأة سقطت من السماء. كان التأثير مدمرا. النجم الساطع أحدث حفرة في الأرض ولم يكن بالإمكان العثور على بطلنا. توقع المنظم أنه لن يتمكن من العودة إذا تم تحطيمه إلى غبار. لكنه تفاجأ عندما بدأ تشكيل بوابة وأصبحت دائرة سحرية كبيرة. ثم تكلم أحدهم معترفا بالكم الكبير من القوة المتجمعة. توقع أنها كافية لإعادته. تعرف المنظم على كرونوس. سأل كرونوس من يمتلك القوة العظيمة إذا كان يمكنه سماعه. ومنذ أن استخدم كل قوته قرر إعادته إلى الماضي. لعنه المنظم. أخبر كرونوس جراي أن هذا كل ما يمكنه فعله من أجله. بدأت الساعة السحرية في العد التنازلي. عدت للخلف عندما وصلت إلى واحد قال له إنه عهد بمصير العالم إليه. مع ذلك استيقظ جراي من قيلولة وهو مستلق على العشب. كان مرتبكا بشأن مكانه. استيقظ بطلنا في وسط حقل. كانت السماء مشرقة والعشب أخضر. ثم نظروا إلى يمينه. وتعرف على أنه قرية ريناتو. كان مذهولا لأنها لم يكن ينبغي أن تكون هناك لأنها دمرت قبل 15 عاما. ثم تذكر أنه تم نصحه بالعودة إلى الماضي. لم يستطع استيعاب أن ذلك قد حدث حقا. استند على يدي لكنه رأى الجرح حول ذلك الوقت. كان يتعرض للتنمر من قبل بيلدر والآخرين. هذه المرة قال لنفسه ألا يهزم على يد أمثالهم. لكنه كان يعلم أن هؤلاء الفتيان أقوياء وأنه لا يمكنه هزيمتهم تنهد. وقال إن هزيمة المنظم كانت مجرد حلم. قرر أن يفكر في كيفية التعامل معهم بمجرد أن يصبح أقوى قليلا. لأنه لم يرغب في التعرض للأذى. لكن أثناء سيره في الغابة للأسف صادفهم.
كان الزعيم أكبر متنمر بينهم جميعا يدعى بيلدر. كان مع 3 شباب. أخبر غراي أنه كان يبحث عنه، وكان لديه الكثير من المتاعب في إيجاده. كان غراي حذرا، رمى بيلدر سيفا أمامه وأخبره أن يلتقطه. بدا غراي كلولس، ولهذا السبب أطلق عليه بيلدر أنه لا يتظاهر بالغباء. أراد أن يجري معركة تدريبية، لكن غراي رفض قائلا إن إصابته لم تلتئم بعد. شكره على الدعوة، وأخبره أنه لا يمكنه المشاركة حتى تلتئم إصابته. رد بيلدر بأنه ليس لديه ما يدعو للقلق لأن الشفرة غير حادة. برر غراي أنه مهما كانت الشفرة غير حادة فهي لا تزال كتلة من الحديد، ويمكن أن تؤذي شخصا إذا أصابته في المكان الخطأ. صرخ بيلدر في وجهه ليصمت. أخبره أنه ليس لديه الحق في الرفض، وإذا لم يحب السيوف أخبره أنه يمكنه القتال بدون سلاح. شحن بيلدر على الفور إلى الأمام. تفاجأ غراي، لم يصدق أنه يريد ضربه حتى وهو غير مسلح. لم يبدو الأمر كذلك. تذكر ما قاله له الطبيب العسكري قبل أن يعاد. قال الطبيب إن السبب وراء عدم تحسن مهارته في استخدام السيف كان بسبب إصابة تعرض لها في طفولته. وعند التفكير في ذلك أدرك أن هنا بدأت حياته كخاسر. انحرف لتجنب هجوم بيلدر. ثم أربكته. نقرت بيلدر بلسانه في انزعاج، بينما كان غراي يتساءل إن كانت ضربات بيلدر دائما بهذا البطء. انحنى لتفادي هجوم آخر. دخلوا في حركة تشبه الرقصة، حيث يهاجم بيلدر ويتجنبها غراي. أدرك أنها ليست بسبب بطء بيلدر بل غضب بيلدر لأنه لم يستطع ضربه. كان السيف على بعد بوصة من وجه غراي، لكنه تحرك بسرعة لتفاديه وأغلق الفجوة بينهما. أدرك أن الإجابة الصحيحة هي أنه أصبح أسرع. كان الشباب الثلاثة الآخرون متفاجئين من حركته. قالوا إنه يبدو كأنه شخصا مختلف تماما. ذهب ليلتقط السيف. كان يعرف أنه قد لا يمتلك الجسم الذي كان لديه سابقا، لكنه يحمل ذكريات المعارك التي خاضها. قفز بيلدر ليضربه، حتى لو كانت الهجمة قادمة من خلفه تصدى لها ببراعة من خلال تأرجح السيف. باستخدام يده غير المصابة أصيب بيلدر وخرج منه قرون صغير. لم يتوقع غراي ذلك. كان كافيا لأن يفقد توازنه. جعله يتساءل إن كان من الجيد القتال ضد مبتدئ مثل هذا، لكنه اعتقد أن هذا الشخص ليس من يستحق الشفقة. برر أن أولئك القمامة الذين عذبوه لأنه لم يستطع القتال، لكن هذه المرة لم يكن الأمر كذلك. هاجم مما أدى إلى إفلات بيلدر لسيفه. لعن بيلدر بصوت عال عندما رأى أنه أفلته من سيفه بسهولة. استطاع غراي أن يخبر أنه أسوأ من مبتدئ. أخبره أنه ربما لم يتلق تدريبا على كيفية تلقي ضربة من سيف. تدخل ماكنسي أمام بيلدر، وأخبره أنه لا يوجد ما يدعو للقلق. بينما كان يتمسك بسيفه، استشهد بأنه طالما أن النصل قد تم شحذه سيكون آمنا تماما لضرب شخص ما. أصيب بلدر. لم يستطع تصديق أن كتفها قد نزف. عندما تناثر الدم على وجهه جعلته يصرخ بصوت عال ويسقط على ركبتيه. لم يتوقع غراي أن النصل لم يكن مكسورا، لكن عندما تحقق كان مكسورا تماما. ولو كان سيفا حادا لكان بلدر قد قتل فعلا. نظر إليهم بغضب واستمر في الضرب. أصيب بلدر على أنفه نزف كثيرا وهو يسقط على ظهره. قرر غراي الاستمرار في استخدام الحافة المكسورة، وكان يعلو بلدر ويسأله لماذا يصرخ كثيرا. لم يكن لديه الحق في فعل ذلك عندما كان هو من أخبره أن السيف المكسور آمن. ابتسم له ابتسامة شيطانية. بدأ بلدر يشعر بالخوف. صرخ في أولئك الشبان الثلاثة ليوقفوا الوقوف حوله ويضربوا مؤخرته. كان هؤلاء الثلاثة خائفين لأن غراي أصبح قويا فجأة. اقترح أحدهم أن يذهبوا معا. من الخلف أحاطوا به. سألهم غراي إذا كانوا يريدون جولة أخرى. أمر بلدر هؤلاء الثلاثة بقتله. ذكر غراي أنه سيتجاهل ذلك، لكنه غير رأيه. كانت الغابة بالفعل مضطربة. انتهى الأمر بهؤلاء الأربعة جميعا مصابين بالكدمات مع تورم كبير على رؤوسهم، وكانوا بالكاد يستطيعون فتح أعينهم. كانوا يركعون بخجل مع وزنهم على كعوبهم، وأيديهم تستقر برفق على أحضانهم. تذكروا غراي كيف كان يخاف من هؤلاء الرجال من قبل، وسألهم
إذا كانوا من دوج فنون السيف الجادة. أجاب بلدر أنه كان شيئا من هذا القبيل. قال أحدهم أنهم يشعرون أنهم أصبحوا أقوياء بما فيه الكفاية، لذا لم يذهبوا في الآونة الأخيرة. في رأسه تساءل عن معنى قوي بما فيه الكفاية. أدرك أنه لا ينبغي أن يتوقع الكثير من الدوجو نفسه، لكن على أي حال كان يعرف أنه ستكون له استخدامات. أراد أن يتم تقديمه للدوجو لأنه كان عن طريق الإحالة فقط. قال بلدر له أن يسأل شخصا آخر، لأنه إذا أخبر معلمه أنه خسر لم يستطع تخيل ما سيقولونه. سوينغ غراي سيفه أمام بلدر واقترح أن يستمروا فيما يفعلونه. بالطبع خاف بلدر وركض مبتعدا، بينما يصرخ أن الدوجو في هذا الاتجاه. كانوا جميعا متفاجئين من سرعته. صرخ الثلاثة عليه لعدم تركهم خلفه ودخلوا المدينة قريبا. سأل بلدر لماذا يريد دخول الدوجو. قال إنه لأن الدوجو لديه مكان للإحالة للأكاديمية. أكد بلدر أنه سمع شيئا من هذا القبيل. رد أرمسي أن هذه كانت السبب وراء رغبته في الذهاب عبر أحد الأتباع عن أن غراي قوي بما فيه الكفاية بالفعل دون الذهاب إلى الأكاديمية. أعرب غراي عن أنه سيكون من الجيد لو كان ذلك فعلا كافيا، لكنه كان يعرف أن حتى أقوى طاقم في العالم لا يمكن أن يتنافس مع السائل. وحتى عندما استخدم قوة كرونوس لم يستطع حتى خدشه. عندما أصبح جديا لم يكن لديه فكرة عن مدى القوة التي يحتاجها لهزيمة ذلك الشيء، لكن مع ذلك كان لديه بعض الأدلة. ثم أشار بلدر إلى اتجاه الدوجو واهتز برأسه في اللحظة التي اصطدم فيها بالمصفي. شعر بذلك لثانية واحدة إنه كان قادرا على التحكم في تلك القوة المظلمة، وما ركز عليه في تلك اللحظة كان فنون السيف التي علمها له قديس السيف. كان يعتقد أنه لو قضى المزيد من الوقت في التدريب على فنون السيف في نفس ظروف قديس السيف لكان يعرف أن نتيجة المعركة قد تكون مختلفة. كان يدرك ذلك أنه كان السبب في إرسال كرونوس له إلى هناك، وصلوا في النهاية إلى الدوجو وسمعتهم المرأة. حاولت التأكد إذا كان الأوغاد قد حاولوا التنمر على مدني بفنون السيف التي تعلموها منها، وانتهى بهم الأمر إلى تلقي ضربة قاسية نقرت بلسانها. كانت هذه المرأة مدربة فنون السيف في الدوجو. حاولت سوريا بيلدر أن تقنعهم بأنهم لم يتنمروا عليه لأنه كان معركة وهمية. ردت بضربة قوية ألقته بعيدا ليصطدم بالجدار بصوت مدوي. اتسعت عيون الثلاثة الأخرى في صدمة واهتزوا من الخوف. كانت تعرف أنه كان يختلق الأعذار فقط. أخبرتهم أنه إذا اعتبر ضرب شخص غير مسلح معركة وهمية فإن ذلك يعني أن ما فعلته للتو كان أيضا معركة وهمية. أشارت بسيفها نحو عينيه بينما أخبرته بأن يترك المكان ولا يعود أبدا. أخبرتهم أنه لم يعد بإمكانهم أن يسموا أنفسهم طلابا في الدوجو، ومنذ ذلك الحين ردوا جميعا بنعم وركضوا بعيدا. جلست أمام غراي واعتذرت. اعترفت أن طلابها السابقين تسببوا له بالكثير من المتاعب. رد أنه لا داعي للقلق حيال ذلك. شكرته على تفهمه ثم طرحت الموضوع أنه أراد الحصول على توصية للأكاديمية. أرادت أن تعتذر عن المتاعب التي سببها بيلدر وأولئك الرجال، لكن بقدر ما كانت ترغب في كتابة رسالة توصية كان عليها أولا أن تؤكد قدراته. أعطته سيفا خشبي. قبل غراي ذلك أخبرته أنه يمكنه أن يبدأ بالهجوم وشجعته على التوجه إليها متى كان جاهزا. بدأ بمهاجمتها وبدأ الدوجو بتقييم حركاته. كانت تستطيع أن ترى أن مهاراته في فنون السيف عملية جدا في سنه. كانت تشعر كما لو أنه قد خاض عددا لا يحصى من المعارك من قبل. هاجمت هو وصد هجومها. فهمت أن بيلدر والآخرين ليسوا بمستواه. كانت تستطيع أن تخبر أن أسلوبه تم تعليمه بشكل ذاتي، لكن بين الحين والآخر كانت حركات سيفه مشابهة لما يدرس في الأكاديمية. جعلها فضولية. إذا كان شخص ما قد علمه كانت تستطيع أن تخبر أن مهاراته في فنون السيف خام، لكنها اعترفت أنه قد يكون لديه موهبة، ولهذا يمكنها أن تقول إنه ماسة غير مصقولة. كان حان الوقت ليختتموا. هاجمت. كان على وشك الضرب أيضا. اصطدمت سيوفهم. عاودوا القتال مرة أخرى. وجدته غريبا أنه لم يتردد حتى
وكان غراي بالتأكيد يستطيع مجاراتها، كانت ترغب فقط في اختبار مهاراته قليلا، لكن أفضل ما لديها كان يستخرج. وتساءلت عن الشعور الذي كانت تشعر به، كان خوفا جعلها غراي تشعر بالخوف. لقد لوح بسيفه بقوة لدرجة أنها جعلته يتراجع. افترضت أنه كان مجرد ضربة عشوائية. في تلك اللحظة رأت ضعفه فاستغلت الفرصة للهجوم وقررت إنهاء مباراتهما هناك، لكنها تفاجأت وتركت في حيرة، فقد تم قطع سيف سارية إلى نصفين، مما جعل غراي أيضا مصدوما. كان ذلك لأنه شعر بنفس الإحساس في ذلك الوقت، مما جعله يعتقد أنه لا يزال يمتلك القوة، لكن هذا جاء مع عواقب. شعر بألم هائل في جسده جعله يسقط على ركبتيه، وسألته سارية بقلق عما به. أدرك أن جسده لم يستطع مواكبة القوة، كانت ساقاه ترتعشان، لكنه نهض وأجاب أنه بخير، مدركا أنه بالكاد يستطيع الوقوف. أخذ ملاحظة ذهنية بعدم استخدام القوة بلا مبالاة، فكر في إخبار سارية بذلك. من ناحية أخرى، كانت سارية في حيرة من سبب نظرته بهذه الطريقة، وكان ينبغي عليه ألا يخبرها، لأنه حتى لو فعل فمن المحتمل أنها لن تصدقه، فقرر أن يختلق عذرا بأنه انشغل في المعركة. في أعماقه كانت سارية تعلم أنه من المستحيل قطع سيفها بسيف خشبي ممل، وهي تدرك أنه يعرف ذلك أيضا، ورؤية كيف كانت تحدق به جعلته يسأل عما به. فهمت سارية أنه لم يخطط للحديث عن ما حدث للتو، فتأملت، ثم طرحت موضوع ما يريد توصية للأكاديمية، فأجاب أنه سمع أنها يمكن أن تعطيه واحدة. أجابت أنها يمكن أن تعطيه توصية لأفضل مؤسسة تعليمية في المملكة، وهي الأكاديمية الملكية لفنون المبارزة، لكنها لن توصي بأن يذهب إلى هناك لأنها تعتقد أنه غير مناسب لذلك المكان. جعل ذلك يشعره بالسوء، وأكد له عدم ثقته بنفسه لافتقاره القوة، خاصة عندما كان بالكاد يستطيع فعل أي شيء. باستثناء تلك اللحظة الأخيرة، أخبرته سارية أن هناك مكانا آخر يجب أن يهدف إليه، وكان ذلك أكاديمية الاتحاد العالمي. وأكدت أن عيني غراي اتسعة من الصدمة. ماذا تعني سارية؟ كان يقصد أنها لا يجب أن يكون الأفضل في المملكة، بل ينتمي إلى أفضل المؤسسات في العالم، مما أذهله. هو مدرك تماما أنها المكان الذي جاء منه القديس بالسيف وآخرون، فسأل إذا كان شخص مثله يمكن حقا قبوله هناك بشكل مفاجئ. أجابت أنه من المستحيل، كانت تعرف أنه يدرك ذلك بنفسه. جسده بعيد عن أن يكون لائقا بما يكفي لحمل سيف، وهي تدرك أنه إذا كانت الأكاديمية الملكية فقد يستطيع التظاهر بمهاراته، لكن ذلك لن ينجح في أكاديمية الاتحاد العالمي. فسألت كيف سيكتسب مثل هذه المهارة بجسده الضعيف، وكان يعرف أنها على حق، لأنه يدرك تماما أن الجميع من تلك الأكاديمية هم وحوش حقيقية، ومع جسده بهذا الشكل لا يستطيع حتى المنافسة. بدا حزينا حيال ذلك، ورأت سارية تعبيره وسألته لماذا يستسلم. أشارت إلى أنه لا يزال هناك 9 أشهر حتى امتحان القبول. برر أن الأمر مجرد 9 أشهر. وافقت أنه قد لا يكون وقتا كاف، لكنها أرادت منه أن يثق بها، فسألت إذا كان مستعدا لمعاناة الأشهر ال9 القادمة. أجاب أنه لا يريد المعاناة، لكنه قرر القيام بذلك. وثق بها لتعتني به خلال الأشهر ال9 القادمة. وقد أعجبت بإجابة بطلنا. مع ذلك تغيرت سلوكها مما أدهش جراي، وكان على وجهها ابتسامة شيطانية. أخبرته أنها ستكون بداية أيام جحيمه. مرت الأيام بينما خضع لتدريب صارم معها، تدرب بلا كلل، تناول جراي وجبات لذيذة ومريبة، وتبارز معها وصقل مهاراته في المبارزة باستمرار. كان بطلنا عازما على الوصول إلى امتحان الدخول في الوقت المحدد، وبعد 8 أشهر كانت التغييرات ملحوظة. استطاعت سارية أن ترى أنه أصبح عضليا، ومع ذلك لم يكن لديها شيء آخر لتعلمه. شجعته على الخروج بثقة. كان متحيرا لأنه لا يزال هناك شهر حتى الامتحان. شرحت له أن خوض امتحان في مكان غير مألوف ليس بالأمر السهل، ولهذا من الأفضل أن يصل مبكرا. أعطته المال للرحلة ولشهر من الطعام، تردد في أخذ ذلك. يعتقد أن الذهاب قبل شهر كان مبكرا جدا. أخذ المال وكأنه تطارده من القرية.
ردت عليه بأنها مجرد تفكير مبالغ فيه. تطرق إلى موضوع العثور على عشعفريت بالقرب من المنطقة مما فاجأها، وأضاف أن هناك عدد قليل من الحراس في القرية. حاولت أن تتظاهر بالهدوء وأخبرته بأنه ليس لديهم علاقة بذلك. أكدت له أن المساعدة ستأتي من العاصمة الملكية، لذا ليس لديهم ما يقلقون بشأنه. حثته على الذهاب إلى الامتحان دون أي قلق. كان يعلم أنها تكذب، كان يعلم أن المساعدة لن تصل أبدا إلى القرية. وقبل أن تدمر القرية ستفقد معلمته حياتها. في حياته السابقة كانت هناك أخبار بأنها قتلت عندما ذهبت لقتل العفريت وحدها، لكنه رد ببساطة بأنه فهم ما تريده. شكرها وأخبرها أنه سيغادر. أطلقت ابتسامة وتمنت له التوفيق في الامتحان. في تلك الليلة كانت الهياكل العظمية معروضة على شجرة مع عصي تخترق أفواهها. ظهرت سارية في الغابة من تقرير الكشافة. اتبعت المسار في الغابة ووجدت أثرا من الدم قادها مباشرة إلى عرين مخيف، لكنها توقفت عندما ناداها صوت يسألها إلى أين كانت ذاهبة. عندما نظرت إلى الأعلى رأت غراي جالسا على غصن شجرة. ابتسم لها وناداها بالمعلمة. تفاجأت لرؤيته. سألته عما يفعله هناك بينما من المفترض أن يكون في طريقه إلى الأكاديمية. سألها نفس الشيء عندما قالت سابقا إن عشاش العفاريت ستتولى الجيش من العاصمة الملكية. أخبرته أن الجيش لم يستطع الحضور بسبب حالة طوارئ، لذا قررت التعامل مع الأمر بنفسها. أكدت له أن وجودها وحدها يكفي، لأنها بالفعل قامت بتقييم قوة العش من تقرير الكشافة. شاركت أن الزعيم هو عفريت نخبوي، والعش يحتوي على حوالي 40 إلى 50 وحشا في المجموع. اعترفت أن عدد الأتباع سيكون قليلا صعبا، وعند التفكير في ذلك كان غراي يعلم أنه ليس قويا جدا، لكن القوة الحقيقية للعفريت تكمن في ذكائه. سيكون الأمر صعبا بعض الشيء، فكر جراي. كان يعلم أنها ليست قوية جدا، لكن القوة الحقيقية للعملاق تكمن في ذكائه وقيادته. كان جراي مدركا لخطر الحصار، مما يعني أن القتال بمفرده هو انتحار. وهو متأكد من شيء واحد: إذا ترك سيدته تذهب وحدها فلن تنجو، وسيدمر القوم قريتهم. لقد رأى ذلك المستقبل بعينيه، وأعرب عن رغبته في الذهاب معها، لكنها رفضت وأصرت على أن وجودها وحدها يكفي. حاول إقناعها قائلا إنه لا يريد تفويت الفرصة للحصول على بعض الخبرة القتالية الحقيقية، ثم سألها إذا كانت تعتقد أنه سيعيقه، مما جعلها تضحك لأنها كانت تعرف أنه يدرك جيدا أنه لن يعيقه، خاصة عندما لم تعد قادرة على الفوز عليه في معركة وهمية. وقد جادلت بأن لا أحد يعرف ما قد يحدث في قتال حقيقي، خاصة إذا كان عشه وحشا قد تشكل فجأة. ومن أجل عمل خطير مثل ذلك من الأفضل الانتظار حتى يحصل على مزيد من الخبرة في القتالات الحقيقية. فهم أنها لن تتزحزح، فاقترح فكرة بدلا من ذلك أثارت اهتمامها. أخبرها أنه سيقاتل معها ويسقطها مغشيا عليها، ويتعامل مع الأورغ بمفرده. من خلال النظر إلى وقفته لم يبدو الأمر كأنه مزحة. كانت القاعة في حالة صمت، وفي النهاية استسلمت، لكنها ذكرت أن لديها شرطا واحدا: أنه مهما حدث يجب أن يعود حيا. وأكد لها ذلك، وتمنى لها أيضا أن تعيش تحت ضوء القمر. اختبأوا خلف صخرة بينما كانوا يتجسسون على مستعمرة الأورغين. كانت التضاريس لا تترك مجالا للهروب، وقد أظهرت ثقتهم في بناء عش في هذا النوع من المواقع. كما يعني ذلك أن غراي وساريا لم يتمكنا من الهروب أيضا، ونظرا لأنهم كانوا يتعاملون مع وحوش ذكية قرر أن يلعبها بشكل آمن. بدأت تراقب المستعمرة بعناية، ولم ترى الرئيس في أي مكان، لذا افترضت أنه من المحتمل أن يكون داخل الخيمة. كان بإمكانهم فقط أن يأملوا في تقليل عددهم قبل أن يخرج الرئيس. أمرت غراي بالتخلص من أي أعداء يمكنه رؤيتهم من الجانب بينما تتولى الجانب الآخر. وافق غراي واندفعوا إلى الأمام. أحس أحد الأورغين بشيء قبل أن يتمكن من فهم ما هو. كانت ساريا بالفعل في وجهه وطعنت رأسه. شهد أورغ آخر الرأس يتدحرج على الأرض، وتواصل على الفور مع الأورغين الآخرين. وفي غضون لحظات جاءت مجموعة تندفع
بينما كان غراي يقطع الأعداء واحدا تلو الآخر. كان يتحرك بسرعة، وكذلك سارية كانت حقا مذبحة، وفي النهاية اجتمع الاثنان. كان هناك الكثير من جثث الأورغين على الأرض، وقد مدحته حتى تساءلت إذا كانت حقا تلك هي المرة الأولى له. لكن غاي غير الموضوع وأخبرها أن تبقى حذرة. كانوا قد بدأوا للتو. داخليا شعر غراي أن هناك شيئا غير صحيح. كانت الأورغين ضعيفة جدا. إذا كانوا حقا ضعفاء إلى هذا الحد، كان يعلم أن معلمه كان يمكن أن يتعامل معهم بمفرده، ولهذا استنتج أن الخطر الحقيقي كان داخل الخيمة. كانت هناك عيون حمراء تحدق من الخيمة السوداء الحالكة، وقد انطلقت نحوهم وجعلته يشعر بعدم الارتياح. دون تردد أخبرها أنهم يجب أن يغادروا الآن، حتى أنه حثها على الركض فورا. سألت سارية عن السبب. نظر إليها بقلق وهو يصرخ عليها أن تذهب. استشعرت خوفه وبدأوا بالركض، ولكن بينما كانوا يفعلون ذلك قفز شيء فوقهم. لدهشتهم هبط عفريت أمامهم مانعا الطريق. سارية سخرت عندما رأت العفريت النخبوي. قالت إنه لشرفي أن يأتي الرئيس إليهم شخصيا، لكن غراي أخبرها أنه ليس الرئيس. ثم أطلق عفريت آخر زئيرا مدويا. كان الصوت عاليا جدا، فقامت سارية بتغطية أذنيها بشكل غريزي. بعد ذلك ظهر سرب من العفاريت. كانوا في حالة جنون، وبدت سارية مذهولة من المنظر وسألت ما الذي يجري. خلف الحشد وقف عفريت ضخم. قال غراي إنه شيء أقوى بكثير من النخبوي. أطلق عليه اسم عفريت جنرال، وكان هو الرئيس الحقيقي للعش. مع وجود الغول النخبوي يحرس المخرج جمهور من الغيلان يسد الطريق أمامهم. كانوا محاصرين. لم يتحرك الجنرال الغولي، لكن وجوده وحده كان مرعبا. بمجرد أن سمعت أنه عفريت جنرال، عرفت سارية على الفور أنهم لا يستطيعون الفوز وحدهم. نظرت إلى العفريت النخبوي، ثم اقترحت أن يأخذوا العفريت الذي أمامهم ويحاولون الهرب. شنت هجوما، لكن العفريت صد ضربتها. ركزت وضربت مرة أخرى. تمكنت من ترك خدش على كتفه، لكن لدهشتها بدأت الجراحة تلتئم. قال لها غراي إنه كان عديم الجدوى. زئير الجنرال عزز قوة العفريت وشفائه. لهذا السبب شعروا بقوة غير عادية، والآن كانت تكافح حتى لتحطيم واحد منهم. استمر غراي في القتال وثق بها لتغطية ظهره. قال إنها لا تحتاج إلى الفوز، بل يحتاج فقط إلى أن تشتري له الوقت. شعرت بالقلق وسألت عن خطته. قال إنه لم يتبق سوى خيار واحد للتخلص من ذلك العفريت الجنرال الحقير، وكان يعني ذلك عفريت يحمل فأسا ضرب بسيف غراي. انزعج بطلنا في كل مرة حاولوا محاصرته. حاول العفريت، جعله يسقط سيفه ثم رفع فأسه ليضرب. في تلك اللحظة كان غراي مركزا على القضاء على كل عدو أمامه، لكن العفريت كسر سيفه بسهولة. أدرك أنه لم يكن قادرا على تحمل قوة عفريت معزز. سوينغ العفريت مرة أخرى، لكنه قفز في الوقت المناسب. كان سعيدا لأنه كان لديه سيف احتياطي، لكنه كان يعلم أنه لن يدوم طويلا أيضا. أدركت سارية وضعه، رمت له سيفها الإضافي. شكرها. والآن كان لديه سيفان، لكنه كان يعلم أن ذلك لا يزال غير كاف للقضاء عليهم جميعا. لذا ركزوا فقط على العفريت الجنرال. وبين الحشد بينهم أخرج السيف الثاني بحركة سريعة. قطع العفاريت في طريقه. خدشوا أحدهم على خده أثناء هجومه فصد الضربة. بينما كان العفريت يحاول دفعه للوراء بفأسه، نقر بلسانه ثم ضغط بقوة أكبر بسيفيه. كانت المزيد من العفاريت قادمة نحوه، وبدأ سلاح العفريت الجنرال يتوهج. ثم جاء زئيره المدوي. ارتعش غراي ورأى العفاريت تزداد قوة. انطلقوا نحوه مرة أخرى، وأدرك أن العفاريت الجنرال قد فهم خطته. زأر مرة أخرى، وفهم غراي الآن أنه كان ذكيا بلا شك. تصادم سيفه مع فأس العفريت، دفعه إلى الوراء، لكنه أصر على التحرك فقط. انطلق للأمام وقام بقطع أكبر عدد ممكن منهم. كان يعلم أنه لا يملك الوقت للتعامل مع جميعهم. بشكل غير متوقع هاجموا عفريت، أمسك به بإحكام. بينما رفع الآخر فأس غراي شق العفريت الملتصق بعنقه.
أدرك أنهم يحاولون إضعاف سيوفه من خلال القفز عليه. بينما كان يتعامل مع ذلك ظهر ظل فوقه. كان السبب أن عفرية قفز وكان مستعدا لضربه حجب قبضته باستخدام سيفه، لكنه كان قويا لدرجة أنه دفعه بعيدا. بصق غراي دما. كان جسده يرتعش، كان يتنفس بصعوبة وسيفه محطم، وكان الآن قد تبقى له سيف واحد فقط. لم يستطع تصديق أنه يجب عليه مواجهة جحافل من العفاريت والجنرال بسيف واحد فقط وبسبب تجربته السابقة. تراجع. كان يعلم أنه لا يوجد طريقة يمكنه من خلالها الفوز. ثم فكر، بما أن الأمر كذلك أخبرها أن تهرب. بينما كانت العفاريت مركزة عليه كانت مستمتعة، لكنها لم تستطع فعل ذلك. ردت سارية بينما كانت تدافع عن الهجمات. سألها إن كانت تخطط للموت بلا سبب، وأكد لها أنه سيتبعها، لكنها أخبرته أنه ليس كذلك. كان على وجهها تعبير كئيب حتى أخذت نظرة مستسلمة. عندما اعترفت بأنها لم تعد تستطيع الهرب، كانت ساقها مشقوقة وتنزف بغزارة. شحب غراي عندما رأى ذلك. الآن نفذت خياراته. في ذهنه قد عاد في الزمن بهدف واحد، هو هزيمة المنفذين. لوح بسيفه بينما كان يفكر أن حياته قد تنتهي هناك. تحطم سيفه الأخير لكنه رفض الاستسلام. حاول أن يتذكر كيف كانت تلك القوة في ذلك الوقت. فكر في استعادتها مرة أخرى بهدف نهائي هو هزيمة أعدائه. بينما كانت العفاريت تستعد للهجوم عليه، أجبر نفسه على التذكر. حاول أن يسترجع الشعور الذي كان لديه في ذلك الوقت. أغلق غراي عينيه وأحكم إغلاقهما. وعندما طار آخر قطعة من سيفه أمامه، فتح عينيه وتألقت باللون الأحمر. أخيرا شعر بها. لوح بسيفه الأسود، الظل مضيفا ضربة قاتلة لعدة عفاريت. غطت الضباب جزءا من وجهه وشفرته. كانت سارية مشوشة. كان غراي يبدو عابسا، لكن عندما نظر إليها ابتسم وأخبرها أنه لا بأس. بلفة واحدة قطع عدة رؤوس. بدأ سيف الجنرال العفريت يتوهج مرة أخرى، لكن في لحظة واحدة تم قطعه. لاحظ سارية ذلك، لكن بينما كانت مشغولة حاول عفريت أن يتسلل إليها. أدركت أن الهجمات كانت ضعيفة. علقت أنهن كن يسببن لها متاعب، لكن الآن يمكنها أن تقطعهن بسهولة. قالت إنه بدون تعزيز الجنرال لم يكن لهم أي قيمة. كان قد غاص الليل حين هزموا العفاريت أخيرا. اعتذر غراي عن كسر سيفها. لم تمانع، خاصة لأنه أنقذ حياتها، أعادها إليها. كانت ستسأله عن القوة الغريبة التي استخدمها. عندما انهار غراي فجأة سقط وجهه لأسفل على الأرض. أصيبت سارية بالذعر ونادت اسمه. انزلق وعي جراي إلى عالم مظلم وسأل نفسه أين هو. كان كل شيء مظلما باستثناء باب واحد أمامه. نظر حوله مرتبكا، ثم اتهمت النار السوداء السلاسل على الباب. تعرف عليها، كانت نفس القوة التي استغلها. تساءل عما إذا كان فتح ذلك الباب سيعيد له تلك القوة مرة أخرى. جعلته الفكرة غير مرتاح، ومع ذلك اقترب منه. لكن فجأة شعر بوجود مرعب خلفه، جعلته يتجمد ويتراجع. زاد التنفس بسرعة واهتزاز، وكان يعرف في أعماقه أنه إذا فتح ذلك الباب في حالته الحالية سيموت بالتأكيد. ثم من العدم قال صوت إنه اتخذ القرار الصحيح، وهكذا استيقظ فجأة. كان يتنفس بصعوبة مبللا بالعرق. تفاجأت سارية، لقد استيقظ أخيرا. سأل أين هو. أخبرته سارية أنه في مستشفى القرية، وأشارت إلى أنه كان فاقدا للوعي لمدة 5 أيام. ثم اعترفت أنها كانت خائفة من أنه قد لا يستيقظ أبدا. عندما أدرك أنه كان فاقدا للوعي لمدة 5 أيام، علم أنه دفع جسده إلى أقصى حد. قالت سارية إن دفع نفسه لم يكن وصفا دقيقا لما فعله، لكن عدا ذلك تحققت مما إذا كان قادرا على التحرك. حاول جراي التحرك، لكنه أدرك بسرعة أنه لا يستطيع استدعاء أي قوة في ذراعه اليمنى. استطاع تحريكها بمجهود، لكنه كان قلقا. ماذا لو لم يستطع حمل السيف بعد الآن؟ والأسوأ من ذلك، كان هناك كدمة غريبة عليها. بدت وكأن شخصا ما قد رش حبرا أسود على ذراعه. توقعت سارية أنه لن يكون قادرا على تحريكها جيدا. تساءل جرايا إذا كانت تستطيع حتى رؤية العلامة السوداء، ثم أخبرها
أنه لا يستطيع وضع أي قوة في ذراعه المسيطرة تماما، كما اعتقدت أنه لن تلتئم بشكل صحيح في أي وقت قريب. كانت جميع العظام في ذراعه اليمنى مهشمة صدم. لم يكن الأمر مؤلما حتى. شرحت أنها استخدموا جرعة سحرية لعلاجها. ذلك صدمه. كانت جرعة السحر مكلفة. أخبرته ألا يقلق. كان زعيم القرية هو من أعطاهم إياها. لم يستطع غراي. فهم لماذا سيعطي الزعيم شيئا ذا قيمة لشخص مثله؟ سألت عما كان يتحدث عنه. ثم ذكرت بأن بطل القرية كان غراي في حيرة، وفجأة دخل شخص ما الغرفة. كان زعيم القرية. شكر غراي على الجرعة، لكن الزعيم قال إنهم هم من يجب أن يشكروه. وبعاطفة قوية قال الزعيم إن غرايا قد قاتل جنرالا من الأورك، وهو وحش جم حتى جنودا من المدن المجاورة. لم يكن بإمكانه أن يؤذيه، وكان ذلك النوع من الوحوش قد جاء إلى قريتهم. أمسك بيد غراي بإحكام وقال: لو لم يقتل غراي ذلك الوحش لكانت القرية قد دمرت. أوضح الزعيم أنه بدون غراي وساريا لن تكون هناك جرعة ولا مستشفى ولا ناجين، ولم يكن أي منهم ليكون هنا يتحدث. رد غراي بأنه يبالغ، لكن زعيم القرية أصر على أنه يعلم في قلبه أنه لم يكن مبالغا. فكر غراي في ذلك في مرحلة ما، ووافقوا مع زعيم القرية لأنه قبل أن يعود بالزمن كان من المفترض أن تكون القرية قد دمرت بسبب هجوم الأورك. أخبره زعيم القرية أنه إذا لم يفهم بعد مدى أهمية أفعاله فسوف يشرح له كل شيء بالتفصيل. سمع أيضا أن غراي كان يخطط لاختبار دخول الأكاديمية، وسأل إن كان ذلك صحيحا. كانت استجابة غراي الوحيدة هي أوه. كانت الأفكار تتسابق في ذهنه. لقد قتل الأورك قبل أسبوع من الاختبار، وكان فاقدا للوعي لمدة 5 أيام، مما ترك له فقط يومين. شحب وجهه عندما تذكر الرحلة إلى الأكاديمية. كانت رحلة تستغرق 3 أيام على ظهر الحصان. ستستغرق يوما، لكنه لم يكن لديه المال لذلك. سأل الزعيم على الفور إذا كان يمكنه استئجار حصان، وقد توقع الزعيم ذلك، لذا كان قد أعد أفضل حصان في القرية له. مع ذلك الحصان سيلحق بالموعد في وقت قصير. مزحت سارية أنه لو لم يستيقظ في ذلك اليوم كانوا سيحملونه إلى هناك وهو نائم. ثم فتحت الباب. جعلته الشمس يغمض عينيه، ورأى الحصان ينتظره وحشدا كبيرا حوله. يحملون لافتات تشكره ويتمنون له حظا سعيدا في الاختبار. كان الجميع يرتدون ابتسامات مشرقة بينما يعبرون عن شكرهم. جاء العديد من الناس ليشكرونه شخصيا. تقدم رجل واحد وسلمه كيسا. سأل ماذا كان، فقال الرجل إنه شيء شارك فيه كل سكان القرية. لقد سمعوا أن التقديم لأكاديمية الاتحاد العالمي كان مكلفا. تأثر غراي بشدة بهذه اللفتة، ابتسم وشكرهم، ثم قال: سيكون من الصعب العودة إذا فشل في الاختبار. أخبرته ساريا ألا يقلق، بعد كل شيء هو الوحيد الذي تقدم إلى أكاديمية الاتحاد العالمي، وقد هزم جنرال عفريت. لكن غراي كان لا يزال قلقا بشأن ذراعه اليمنى. ذكرته أن ذراعه اليسرى لا تزال تعمل بشكل جيد، فأومأ برأسه. قالت سارية إن ذلك كان أكثر من كاف، وأنه لا يحتاج لاستخدام تلك القوة أيضا. جادل بأن الامتحان قد لا يكون سهلا، واجتيازه بذراع واحدة لم يكن يبدو بسيطا. طمأنته سارية وقالت إنه سيتألق بالتأكيد، وأن الممتحنين سيتعرفون على قوته. كانت واثقة تماما، وأخبرته بأنه سيتجاوز الامتحان. شكرها وقال إنه بقولها ذلك لم يكن لديه خيار سوى النجاح. في حياته السابقة تم تدمير القرية، لكن الآن لا تزال قائمة. أدرك غراي أن العالم لم يعد كما كان، وهذا يعني أن المستقبل يمكن أن يتغير بفضل قوته. والآن كان مستعدا للانطلاق في النهاية. وصل في الوقت المناسب، وشكر الحصان على توصيله. نظر إلى الأمام ورأى مدينة تحيط بها بحيرة. وصل أخيرا إلى أكاديمية الاتحاد العالمي. أعلن المضيف أنهم سيبدأون توزيع تذاكر الامتحان حتى تنتهي العملية. كان على جميع المتقدمين البقاء داخل الحلبة المركزية. كان هناك الكثير من الناس، لكن فقط 20 سيتجاوزون. ذكر أحدهم أن عدد الناجحين
يتغير كل عام، أحيانا ينجح 50 وفي أحيان أخرى واحد فقط. ثم دعا المضيف الأستاذة أريل إلى المقدمة. دخلت وبدأت توزيع تذاكر الامتحان على الفور. وجهت المتقدمين لأخذ الورقة التي ستظهر أمامهم، ثم قرصت أصابعها وملأ ضوء ذهبي الحلبة. ظهرت ورقة أمام كل متقدم، وكان غراي المتقدم رقم 513 في دورة المبارزة. لاحظ أن الجميع الآخر لديهم أرقامهم أيضا. شرحت أنهم سيرون فقط رقمهم في الدورة، وطمأنتهم أن هذه هي الطريقة التي يتم بها كل عام. أعطت ابتسامة صغيرة، ثم أخبرتهم أن أكاديمية الاتحاد العالمي لا تحكم بناء على العمر أو الجنس أو الجنسية أو الوضع، حتى الأسماء لم تكن مهمة. لم تكن أي من تلك الأمور تهم الأكاديمية. وأضافت أن الذين اجتازوا الامتحان وكسبوا حق عبور الجسر سيتم سؤالهم عن أسمائهم، وحتى في ذلك الحين يمكنهم إعطاء اسم مزيف إذا أرادوا. كان غراي مرتبكا، على الرغم من أنه ترك سيفه في النزل، إلا أن ورقته لا تزال تقول إنه في دورة المبارزة. جعل ذلك فضوله يتزايد حول نوع النظام الذي كانوا يستخدمونه. ثم شرحت الأستاذة أريل أنهم يخصصون الدورات بناء على المظهر. قالت إنه إذا أخطأت في تخصيص أي دورة يجب عليهم رفع أيديهم. كان المتقدمون مذهولين، لم يصدقوا أنها نظمتهم فقط من خلال النظر إليهم، خاصة مع وجود الكثير من الناس هناك. تخيل بعضهم أنها قد بحثت عنهم مسبقا، بينما اعتقد آخرون أنها ربما استخدمت نوعا من سحر قراءة الأفكار. لكن بعد فترة لم يرفع أحد يده، لذا استنتجت أنه لم يتم تخصيص أي شخص بشكل خاطئ. بعد ذلك أعلنت عن جداول امتحاناتهم وأخبرت الجميع بفحص تذاكرهم. قالت ورقة غراي إنه كان مقررا في اليوم الأول الساعة 11 صباحا. لم يعجبه ذلك، كان يأمل في مزيد من الوقت ليترك ذراعه. ذكرهم البروفيسور أريل أنه كان امتحانا عمليا لمرة واحدة، إذا تأخروا سيستبعدون، لا استثناءات، لا إعادة جدولة. أمسك غراي ذراعه. يفكر أنه لا يستطيع استخدام الكثير من القوة. صلى في صمت أن يتحسن قليلا بحلول الغد. جاء اليوم التالي وكان في ورطة لأنه لم يلتئم على الإطلاق. لم يكن لديه خيار سوى أن يأخذ الامتحان بذراعه. على هذه الحال تم استدعاؤه إلى مدخل الساحة. أخذ نفسا عميقا وذكر نفسه بعدم التشاؤم حيال ذلك. قيم أن ذراعه اليسرى لا تزال وظيفية ويمكنه تحريك اليمنى إلى حد ما. استخدم الوقت المتبقي له لمشاهدة حركات الممتحن والبحث عن فرصة. قال الممتحن للمتقدم للامتحان أن يقوم بالتحرك أولا، فهجم المتقدم نحو الممتحن. كانت ضرباته ثقيلة، لكن الممتحن فقط تراجع جانبا ليتفادى ذلك. صرخ الممتحن بأنه لم ينته بعد. أمسك بسيفه بكلتا يديه وضرب به. تصدى الممتحن له باستخدام يد واحدة فقط، وعند رؤية ذلك أن كرشت روح المتقدم، ثم هجم عليه البروفيسور وطرده بعيدا بضربة واحدة فقط. سقط الرجل على ظهره وانتهى الممتحن من امتحانه. تم توجيهه لاستعادة سلاحه ومغادرة المكان، وعند رؤية ذلك تشكلت ابتسامة صغيرة على وجه غراي. كان يعلم بالفعل أنه انتهى تماما. لم يكن هناك أي احتمال في الجحيم أن يحقق الفوز. بعد فترة ليست طويلة نادى الممتحن رقمه. بينما كان يسير نحوه لم يصدق أنه مضطر لمحاربة شخص أسقط رجلا ضعف حجمه باستخدام ذراع واحدة فقط. تم توجيه غراي ليقوم بالخطوة الأولى، شعر أنه ليس لديه فرصة، لكنه قرر أن يفعل كل ما في وسعه. اندفع للأمام. تذكر ما قالته له سارية أن السيف لا يضرب فقط بالذراعين، لكنه يحتاج إلى توجيه قوته الناتجة من جسده بالكامل من خلال ذراعيه، حتى لو كانت ذراعه اليمنى بلا قوة. فكر في دفع القوة من خلال عضلاته الأخرى. سوينغ سيفه وتفادى الممتحن ذلك. كان غراي يشعر بالتوتر لأنه لا يستطيع القتال بالطريقة التي اعتاد عليها. كان يعتقد أنه إذا كان من السهل ضرب السيف بدون قوة الذراع، لما كان أحد يهتم بتدريب جسده في المقام الأول. هاجم الممتحن، وعندها ارتبك غراي لأن سيف المعلم كان بطيئا نوعا ما،
تمكن من صدها. استطاع أن يخبر أن الممتحن لديه قوة هائلة، لكن سرعته وتقنيته لا تقترب حتى من مستوى معلمه. يعتقد أنه إذا اعتمد على فنون السيف التي تعلمها منها فقد يكون قادرا على تعويض الفرق في قوة الذراع. أصبحت عينا غراي حادتين، وفكري إذا كان هذا هو الحال تحرك وفقا لذلك. وتأكد أن الممتحن كان بطيئا ولم يكن قويا كما اعتقد. ذكر كلمات معلمه أنه سيتجاوز بالتأكيد. تصادمت سيوفهم وتمكن من التغلب على الممتحن. كان ذلك عندما بدأ يؤمن أنه يمكنه القيام بذلك. استمرت المبارزة بالسيوف على الرغم من أن غراي كان قد رأى مهارة الفاحص في استخدام السيف. انطلق نحوه وتجنب الأستاذ الذي جعل غراي يعتقد أن الفارق في القوة كبير جدا، إنه لا يستطيع كسر شكله، وأدرك أنه ليس من السهل الفوز بيد واحدة فقط. بعد كل ذلك، مع استمرارهم في التدريب، أصبحت حركات الفاحص أكثر خشونة. بينما كان غراي يفكر في حركة محفوفة بالمخاطر، وجد التوقيت المناسب واستدرج الفاحص للاقتراب منه. هاجم الفاحص وهذا ما أراده، أن يقوم بدوران واسع مفتوح نقل وزنه إلى قدمه اليمنى، مدركا أنه سيترك فجوة. كان يعرف أيضا أن معظم الخصوم سيقومون بضربة كبيرة وواضحة بشكل غير متوقع. كان غراي خلف الفاحص بالفعل، فوجئ الفاحص، وكان بطلنا يعلم أنه بغض النظر عن حجم الفارق في القوة، إذا تمكن من الوصول خلفه فسيكون قادرا على هزيمته. لكنهم تلقوا أمرا مفاجئا بالتوقف. كان طرف سيفه على بعد بوصة واحدة فقط من ظهر الفاحص. تساءل غراي عما إذا كانت المباراة قد انتهت بالفعل. اعتقد أنه من المبكر جدا التوقف هنا. أعلن الفاحص الآخر أن الوقت المحدد له قد انتهى، واتسعت عينيه عندما تم الإعلان عن النتيجة. كانت النتيجة تعادل. كان غراي متأكدا أنه لن ينجح. فتلوسند أبضته على السيف، كما لو أن جسده قد استسلم ببساطة. ترك الحلبة وهو يشعر بالإحباط لأنه بذل كل ما لديه للنجاح. كان يعلم أيضا أنه إذا لم يستطع الفوز ضد الفاحص فإن الأمور ستكون صعبة عليه. يتوقع أن يشفى ذراعه في العام المقبل، لذا سيتقدم للاختبار مرة أخرى. قبل أن يغادر ألقى نظرة أخيرة عليه وأعرب عن شكره. بعد أسبوع في اجتماع أكاديمية الاتحاد العالمي الغرفة 53، سأل رئيس الأكاديمية الأساتذة عن آرائهم حول المرشحين. الآن بعد أن أنهوا جميع امتحاناتهم، أعرب أحدهم عن شعوره بالإرهاق. أفاد أستاذ أكبر أن طريقة الجميع في المراقبة معا غير فعالة جدا، واقترح تقسيم عبء العمل في العام المقبل. دافع أستاذ آخر عن أنه لا يمكنهم تحمل تجاه الموهبة لمجرد تسهيل الأمور لأنفسهم. تنهد الرئيس وأشار إلى أنه طلب سماع آرائهم حول المتقدمين وليس حول النظام. بدأ بالمتقدمين. من دورة المبارزة بالسيوف، سأل من نجح. شاهدوا الشاشات، وأفاد أحد الأساتذة أنه كما هو الحال دائما، الذين هزموا الفاحصين هم من نجحوا، والبقية ستعتمد على الجودة التي أظهروها وكيف صمدوا خلال فترة 15 دقيقة. سأل المعلمين الآخرين في دورة المبارزة بالسيوف عما يعتقدونه. أجابوا أستاذ أن المرشحين رقم 5 217 753 تميزوا. اقترح الشخص الآخر أن يبقوا على ذلك، لأنه حتى لو انضم آخرون فلن يتمكنوا من مواكبة الصف. وافق الأستاذ وسأل إذا كان هناك من يعتقد خلاف ذلك. استمرت الاجتماع، وفي النهاية خلص الرئيس إلى أنهم أكدوا المرشحين الناجحين لدورة فنون السيف. ولكن بعد ذلك سأل شخص ما عن المرشح رقم 513. نظرت الرأس إلى المتحدث. كانت البروفيسور أريل. سألتهم ماذا يعتقدون عن المرشح 513. كانوا جميعا يشاهدون الشاشة. اتصل أحد الأساتذة بالمرشح 513 بصبي صغير، وعندما شاهدوه بدا وكأنه سيفوز. ولكن إذا اعتمد على إعداد الفخاخ فقط لهزيمة المقيم ستكون الأمور صعبة عليه. لاحظوا أن التقنية كانت جيدة، لكن قوته كانت ناقصة، وكان يبدو أنه متفوق عليه من البداية. عبر الأستاذ ذو الشعر البني والشارب عن أنه ليس جيدا، واتفق الجميع. كانت البروفيسور أوريل بلا كلمات. لم تصدق أن العديد قد شاهدوا، ومع ذلك لم يلاحظ أي منهم. كانت تعتقد أن الجميع عميان.
إذن فإن جعل الجميع يشاهدون معا مضيعة في اليوم التالي، كان غراي يحمل تذكرة امتحانه. سيتم الإعلان أخيرا عن النتائج لدورة فنون السيف. فقط 6 أشخاص نجحوا. انتظر الجميع بقلق. أول من تم استدعاؤه كان المرشح رقم 5، وعندما تم استدعاء رقمهم احترقت تذكرة امتحانهم. ثم جاء المرشح 217. بعد ذلك كانت الأرقام 432 و615، ثم 753 و925. كان هذا هو كل شيء. بدا غراي محطما عندما لم يستدعى رقمه. تم إخبار المرشحين الناجحين لعبور الجسر وإنهاء التسجيل بحلول نهاية اليوم. كان غراي حزينا، بينما كان الآخرون من حوله يشجعون الناجحين. كان يبدو عليه الحزن بعد الفشل. ثم جاء إعلان آخر، القبول الخاص لعين الإله. بعد ثوان قليلة تم استدعاء رقم غراي، واحترقت تذكرة امتحانه بالنيران الزرقاء. صدم الجميع من حوله. وقف غراي متجمدا مرتبكا تماما. بدأ الناس في الحشد بالسخرية. كانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها غراي عن هذا القبول الخاص. قال البعض إن الأكاديمية لابد أنها غشت. زعموا أن أكاديمية الاتحاد العالمي قد انحدرت إلى مستوى جديد. سمع غراي حديثهم. كان مرتبكا لأنه لم يكن لديه أي اتصالات. تساءل عما إذا كان معلمه قد فعل شيئا، لكنه لم يسمع أي شيء. وبخ رجل مسن الحشد لتحدثهم بهذه الطريقة عن قبول عين الإله. قال إنها فئة مرموقة أنتجت أبطالا لقرون، لكن الحشد لم يصدقه. قالوا إنها كانت محترمة فقط منذ زمن بعيد، وأشاروا إلى اختيارات عين الإله الأخيرة: إيمي وايت، بيلا البرايت، ليك مولر وجاكوب بلومفيلد، واعتبروهم فاشلين. حتى المرشحين الحاليين سمعوا القصص، لكن غراي كان يعرف أفضل. هؤلاء الثلاثة كانوا جزءا من القوة الرئيسية التي قاتلت ضد المصفي. الآن اسمه يقف بجانب أسمائهم. تم الإعلان في الأكاديمية أن حفل الافتتاح سيبدأ بعد 30 دقيقة. بمجرد أن انتهى الطلاب من تغيير ملابسهم، طلب منهم التجمع في الساحة أمام المكتب الرئيسي. كانت زيهم يحتوي على شريط أسود مع شعار الأكاديمية المنقوش عليه، وكان بطل قصتنا يبدو رائعا. وصل بعض الطلاب مبكرا إلى الساحة، لكنهم لم يكونوا متأكدين إذا كان هذا هو المكان الصحيح، لأن لا شيء كان معدا بعد. جاء رجل يركض نحوهم واعتذر عن التأخير قائلا إنه كان هناك خطأ في الترتيبات. طلبوا من الطلاب التراجع قليلا حتى يتمكن من وضع الدرج في تلك البقعة، فتراجع الطلاب. وسألهم إذا كان المكان الذي يقفون فيه مناسبا، فقال الرجل إنه مثالي، ثم ركع. وكان الطلاب في حيرة. لمس الأرض وظهرت دائرة سحرية كبيرة، وبدأت الأرض تتحرك وذهلت أفواه الطلاب. كانوا مصدومين لرؤية هيكل كامل يرتفع أمامهم. واعتذر الرجل مرة أخرى عن التأخير، وأخبرهم أنه يمكنهم الجلوس حيثما شاءوا. كان الطلاب مذهولين بوضوح، أدركوا أنها سحر النقل، لكنهم لم يستطيعوا تصديق أنه يمكن نقل شيء بهذا الحجم. جلس غراي يفكر. ربما أرادت المدرسة أن تعقد المراسم في مكان يمكن رؤية المبنى منه بالنسبة له. بدأ الأمر كاستخدام مبالغ فيه لسحر النقل. كان بالتأكيد متحمسا بعد أن أدرك مدى قوة أكاديمية الاتحاد العالمي. لاحظ الطلاب أنه كان هناك الكثير من المقاعد، تم قبول 30 طالبا فقط. لذلك بدأ من غير الضروري وجود هذا العدد الكبير. كانت الفتاة التي تتحدث إليها متفاجئة، لم تكن تعرف لماذا اعتذرت، موضحة أنه بخلاف تدريب السيف لم تدرس الكثير غيره. عرضت الفتاة أن تشرح. قالت: كما يشير الاسم، تجمع الأكاديمية أفضل الطلاب من جميع أنحاء العالم. ثم أشارت إلى شيء في السماء. صدمت الفتاة الأخرى لرؤية الطائرات والتنانين تحلق فوقها. سألت عن ماهية تلك الأشياء. تفاجأ غراي لرؤية السفينة السحرية ستراتو كوين التي صعد إليها من قبل عندما انضم إلى فريق قهر السائل. قيل إنها واحدة من أكبر السفن الهوائية في العالم. لم يصدق أنهم استخدموها فقط لمراسم الدخول. أكاديمية الاتحاد العالمي تجاوزت بالتأكيد جميع توقعات غراي. هبطت السفينة ونزل الطلاب. الآن كان الجميع حاضرا. يمكن أن تبدأ مراسم الدخول. انتهت في النهاية كلمة المدير. بدأ غراي مملا في ذهنه. لم تختلف مراسم الدخول عن العادية. الجزء التالي من البرنامج هو التحيات.
من أفضل الطلاب في كل دورة تم استدعاء ليونهارت أفضل طالب في دورة فنون السيف إلى الأمام بينما نهض من مقعده وتوجه إلى المسرح. كان الطلاب يتحدثون عنه وسمعوا أنه هزم الممتحن في لحظة. خلال امتحان الدخول قال البعض إنه جيد كأي من الأساتذة. عندما يتعلق الأمر بفنون السيف، هذا الطالب هو ليونهارد أبيوس، راقب غراي قبل أن يصل إلى الميكروفون. تأكد مع المسؤولين إذا كان مسموحا له بالتحدث بحرية، فأجابوا بنعم وشكرهم. ثم ذكر أنه لديه شكوى واحدة يحب أن يقدمها للأكاديمية قبل أن يستمر، أنه رحب بزملائه الطلاب وجميع الذين تم قبولهم في الأكاديمية بطريقة مناسبة، ذكر أنه شرف له أن يقبل في الأكاديمية مع باقي الطلاب. أخبرهم أنه يجب عليهم التخرج كأفراد قادرين على تقديم مساهمات ذات مغزى للعالم، فتشجعهم على العمل معا. وأضافوا أنه يتطلع إلى الأيام عندما يمكنهم الطموح معا كطلاب في أكاديمية الاتحاد العالمي المرموقة، لكنه عبر عن أنه يوجد بينهم الذين لا يستحقون الوجود هناك. سأل البروفيسور أورييل إن كان محقا، فاجأها ذلك فقالت إنه جميع الطلاب هناك اجتازوا الامتحانات الصارمة، ورغم أنهم قد لا يكونون أقوياء مثله إلا أنها لا تعتقد أن استبعادهم فكرة حكيمة. ثم سألته لماذا يسألها ذلك. نظر ليونهارت إليها بغضب بينما يقول إنه لا يتحدث عن أولئك الذين تم قبولهم من خلال اجتياز الامتحانات بشكل صحيح. أوضح أن ما يعنيه هو الطلاب الذين تم إدخالهم من خلال باب خلفي إلى العين الإلهية، القبول الخاص. ثم تحدى الطالب الذي تم قبوله بشكل خاص أن يظهر نفسه، وأمره بإعادة زيه المدرسي ومغادرة الأكاديمية. امتلأت الأجواء بالتوتر. لم يستطع غراي فهم لماذا هو عدائي للغاية. ثم تذكر أن ليونهارت كان يجلس بجانبه، شعر بالارتياح لأنه لم يعرف وجهه. كان يفكر أنه لن يتم القبض عليه إذا لم يتقدم. اعترفت البروفيسور أورييل أن الطلاب لذلك العام كانوا مفعمين بالحيوية. شعرت ليونهارت أن لا أحد يأخذه على محمل الجد، فصاح بها وأخبرها أن تتوقف عن إدخال الطلاب من الباب الخلفي. لم تقل الكثير في البداية. ثم في غمضة عين انحنت وهمست في أذنه تسأله إن كان يعتقد حقا أنه أقوى من ذلك الولد. كانت حركتها غير متوقعة مما صدم الساحة بأكملها. تم القبض على ليونهارت على حين غرة وعض على أسنانه قائلا نعم. ثم سأل إن كانت تحاول إثبات أنه مخطئ. أعجبت البروفيسور أورييل بثقته واقترحت رهانا أثار اهتمامه. راهنت بكل وظيفتها وقبول ذلك الولد. كان غراي مرتبكا بكل ما يجري. التفت ليونهارت إلى البروفيسور أورييل وسألها إن كانت تحاول أن تجعله يقاتل الولد المقبول بشكل خاص. ردت البروفيسور أورييل بهدوء أنها لن تفعل شيئا مملا كهذا، وأضافت أنه إذا بذل لغراي قصارى جهده فسيكون ليونهارت ميتا. كمعلمة مسؤولة قالت إنها لن تعرض حياتهم للخطر. انتفخت عروق ليونهارت من الغضب شعر بالإهانة، لكنها قالت ببساطة إنها كانت توضح الحقائق. بدلا من ذلك اقترحت خيارا أكثر أمانا، رهانا يتضمن وحوشا. قالت إن ليونهارت كان أفضل في قتال الوحوش من الناس على أي حال. نظر إليها بغضب لكنه اعترف أنها تعرفه جيدا. سأل عن نوع الرهان الفعلي. شرحت ذلك ببساطة. كل واحد منهما سيقاتل وحشا. هي التي ستختار الوحوش. ستصبح الوحوش أقوى مع كل جولة. من يفشل في هزيمة وحشه أولا يخسر الرهان. إذا خسر غراي ستتقاعد البروفيسور أريل وسيتعرض الطلاب المقبولون بشكل خاص للطرد. لكن إذا خسر ليونهارت سيتعين عليه أن يفعل ما تقوله له. ثم سألته إن كان مستعدا. أراد ليونهارت أن يعرف ما نوع الوحوش التي سيواجهونها. كان واثقا من مهاراته لكنه لم يرغب في أن يتورط في أي شيء غريب. بعد التفكير للحظة كشفت الهدف الأول، جنرال أوجر. ثم سألت بشكل متهكم إن كان ذلك سهلا جدا بالنسبة له. كانت الصف بأكمله مذهولا، لكن غراي لم يتفاعل بل كان فضوليا لماذا اختارت ذلك الوحش. بينما ليونهارت من ناحية أخرى
كان غاضبا وصاح أن الجنرال العملاق ليس شيئا يمكن لشخص هزيمته بمفرده. أوضحت البروفيسورة أورييل أنهم لا يحتاجون للقيام بذلك على الفور، سيكون لديهم عام كامل. انفجر ليونهارت سائلا: إذا كان بإمكان شخص أن يهزم وحشا بمستوى كارثة في عام واحد فقط، لو كان ذلك ممكنا لما كان الناس يعانون في المقام الأول. صرخ بها لتختار شيئا أكثر واقعية محاولا استعادة أنفاسه. توقف، ثم أدرك خطتها الحقيقية. كان يعتقد أنها تختار شيئا مستحيلا عن قصد حتى لا يكون هناك فائز واضح، لكنه أعلن بثقة أنه لن يتعاون. ابتسمت أرييل وأضافت شرطا أخيرا: إذا انتهت المباراة بالتعادل فسيعتبر ليونهارت الفائز. بعبارة أخرى، إذا فشلت غراي في هزيمة الجنرال العملاق فسيتم فصلها وسيفصل جميع الطلاب المميزين. سألته عما يعتقد بشأن ذلك. نظر إليها كما لو كانت مجنونة. لم يستطع التخلص من الشعور أن الرهان كان بالفعل ضده. أخذت صمته كإشارة للموافقة. فقط لتكون واضحة، قال إنه يجب ألا يكون جنرالا عملاقا ضعيفا أو شيئا من هذا القبيل. ردت بهدوء: بالطبع. ثم بلمسة من يدها ظهرت قلما من الريش من العدم. أخبرته أن الشروط قد كتبت بالفعل في عقد سحري ويمكنه التوقيع إذا لم يكن لديه اعتراضات. قرأ العقد واختار المضي قدما فيه، إلا أنه كان عليه أن يسأل: هل كانت تؤمن حقا أن الولد يمكنه الفوز؟ كان جوابها غامضا. قالت: من يدري. ثم عادت بهدوء إلى مقعدها، همس باقي الأساتذة فيما بينهم متسائلين عما كان خطبها. اعتقد البعض أنها كانت تستخدم الرهان كعذر للتقاعد. لم يكن الأمر بعيدا عن المعقول، فقد تجاوزت ذروتها. بعد كل شيء لم يكن لدى غراي خيار الآن. الرهان أصبح رسميا، لكن شيء ما كان يزعجه: لماذا أدرجت الوحش الذي هزمه قبل التسجيل عندما قالت إن الإطار الزمني هو عام كامل؟ كانت تراقب بطلنا في صمت. أدرك غراي أن الرهان قد تم إبرامه منذ اللحظة التي بدأ فيها وهو يحدق بها. وضعت إصبعها على شفتها تخبر بالصمت. عندها علم غراي أنها تلعب بطريقة غير نظيفة. في النهاية انتهت مراسم الافتتاح وذهب الجميع إلى فصولهم المعينة. كان الموضوع الأول هو السحر الأساسي، وقد كان مفاجئا للبعض أن المحاضرة بدأت على الفور في اليوم الأول، لكن كطلاب في الأكاديمية كان عليهم أن يفهموا أن كل يوم كان له أهميته. بدأ الأستاذ الدرس بتعليم كيفية استخدام السحر، وكان هذا هو الموضوع الأكثر أساسية. أوضح أن الجسم يحمل طاقة خفية تسمى الأثير عن طريق توجيهها عبر دوائر السحر في الجسم. استمر في الكتابة والتفسير على اللوح. كان غراي في تلك الحصة في البداية كان قلقا من أنه قد لا يلحق، لكنه تبين أنه يعرف هذا الدرس بالفعل من معسكر التدريب. حتى الآن كل شيء جيد، لكن كانت هناك مشكلة كبيرة. من بين جميع الفصول الممكنة انتهى به الأمر في نفس الفصل مع ليونهارت. صلى في صمت أن لا يكتشف ليونهارت أنه كان الطالب الخاص ذو العين الإلهية. لاحظ الأستاذ أن غراي يبدو غير مهتم، فوبخه لأنه نظر بعيدا بعد 5 دقائق فقط من المحاضرة. صدم غراي لأنه تم اكتشافه بنظرة واحدة رغم أنه كان جالسا في الخلف، فسارع للاعتذار. تحداه الأستاذ: إذا كان يبدو واثقا لهذه الدرجة فلماذا لا يثبت ذلك أمام الفصل؟ حتى أنه استهزأ به متوقعا أن يكون قادرا على استخدام السحر الأساسي. فشرح غراي بأدب إن بما أنهم في دورة المبارزة بالسيوف، اعتقد أنه من المقبول إذا لم يستطيعوا استخدام السحر. فرد الأستاذ بأن حتى لو كنت تستخدم السيف بشكل رئيسي في القتال، فإنه من المهم فهم أساسيات السحر، على الأقل التنسيق مع السحرة. معرفة التعويذات الأساسية وفهم شعورها أمر ضروري. لم يتوقع غراي أن يكرر الأستاذ نفس الشرح الذي حصل عليه في معسكر التدريب. تساءل عما إذا كانت التعويذة التي سيتعلمونها ستكون هي نفسها، فسأل إذا كانوا سيتعلمون كرة الإيثر. رفع الأستاذ حاجبه وسأل إذا كان يمكنه استخدامها بالفعل. قال غراي نعم، وشعر بالراحة أن معسكر التدريب المؤلم لم يكن هدرا. رأى فرصة فقرر الأستاذ إعداد مباراة. كان يعلم أن ليونهارت الذي كان يسميه ليون يستطيع أيضا استخدام كرة الإيثر.
أكد ليونهارت ذلك وأضاف أنه حتى قبل دخول الأكاديمية كان قد تدرب في المبارزة بالسيف والسحر، مما جعله في رأيه خطراً على أي طالب آخر إذا قاتل بجدية. لكن الأستاذ لم يكن قلقاً، قال إنه حتى لو كان هناك فرق كبير في المهارة فهم فقط سيستخدمون كرات الإيثر، ليس وكأن أي شخص سيموت، ولم يخطط لطلب من ليونهارت أن يتراجع أيضاً. ثم قصف الأستاذ الجميع بقنبلة، حيث كشف أن غراي هو طالب العين الإلهية لهذا العام. التفت الجميع لينظروا إلى غراي وعرف إنه في ورطة الآن. ابتسم الأستاذ كأنه شيطان. بينما كشف كل شيء، رد ليونهارت ببرود وقال إنه سيظهر لغراي كيف تسير الأمور حقا وما نوع المكان الذي كانت عليه الأكاديمية. حدق ليونهارت في غراي وأخبره أن يتقدم للأمام، فتواجه الاثنان. شرح الأستاذ أنه بمجرد أن يعطي الإشارة سيطلقون كرات الإيثر على بعضهم البعض. لم يتدرب غراي على السحر إلا لبضعة أيام خلال معسكر التدريب، ورغم أن الأستاذ قال إنه لن يكون قاتلاً إلا أنه كان يعلم أنه ربما لن يخرج دون أن يتعرض للأذى. أعطى الأستاذ الإشارة للبدء. كان ليونهارت مصمماً على إثبات مدى قوته. لم يكن لدى غراي خيار، فقرر أن يذهب إلى ذلك. أطلق ليونهارت كرة صغيرة زرقاء فاتحة من الضوء، لكن عندما ألقى غراي تعويذته تشكلت كرة كبيرة متوهجة باللون الأزرق أمامه في اللحظة التالية، مما ترك الجميع في حالة من الذهول ووجوههم متجمدة. حتى بطل القصة كان في حالة من ديسبليف. كانت كرة الإيثر الخاصة بغراي أقوى من كرة ليونهارت، مما جعل ليونهارت يصرخ. تدخل الأستاذ على الفور وشكل حاجز أمام ليونهارت لحمايته، وشعر بالراحة لأنه أنقذه. لكن لدهشتهم تحطم الحاجز تماما وانفجر ليونهارت بعيدا، حيث أطلق رياحا قوية وضوءا ساطعا. تأثر الطلاب الآخرون بذلك. أطلقوا ليونهارت صرخة عالية وهو ينهار إلى الأرض. رش الأستاذ إلى جانبه وسأل إذا كان بخير. نهض ليونهارت وقال إنه بخير. أطلق الأستاذ sigh of relief ثم نظر إلى غراي. أدرك أنه إذا لم يكن الحاجز قد ضعف لكان ليونهارت قد مات. والأكثر صدمة أنه لم يتمكن أي من الأساتذة من إنتاج رصاصة إثير بهذه القوة. التفت إلى غراي وسأله ماذا فعلت للتو. كان غراي مرتبكا. كانت رصاصة ليونهارت الإثير ضعيفة جدا لدرجة أنها لم تبدو كالسحر نفسه، مما جعله يتساءل هل كانت رصاصة الإثير التي تعلمها خلال وقته في فرقة الإخضاع مختلفة عن تلك التي تم تعليمها في الأكاديمية. سأل إذا كان ربما قد استخدم التعويذة الخاطئة. قال الأستاذ لا، كانت بالتأكيد رصاصة إثير. لكنه أضاف أن جودة رصاصة غراي كانت مختلفة. لم تكن مصنوعة من إثير عادي، بل كانت إثير مضغوط بشكل كبير. لم يكن الطلاب الآخرون قد سمعوا بذلك من قبل. اعترف الأستاذ بأنها نوع من القوة التي حتى هم كانوا يكافحون للسيطرة عليها، ومع ذلك somehow لم ينتج غراي ذلك فقط، بل شكله إلى تعويذة. قال إنه لا يوجد أحد آخر في الأكاديمية بأكملها يمكنه القيام بذلك. بدأ الطلاب في الهمس. كانت هذه هي المرة الأولى التي يرون فيها رصاصة إثير بهذا القوة. بعضهم الآن يعتقد أن قبول العين الإلهية كان موجودا لهذه السبب بالذات، بينما قال آخرون يجب أن يكون غراي قد تم وضعه في دورة السحر من البداية بدلا من قبوله كحالة خاصة. لكن في ذهن غراي كان هناك شيء لا يبدو صحيحا. جميع التعويذات التي تعلمها في معسكر تدريب فرقة الإخضاع كانت هكذا، وحتى بين مجموعته لم يكن يعتبر موهوبا بشكل خاص. سأل الأستاذ إذا كان يمزح فقط، لأنه مع ما يكفي من التدريب يجب أن يكون أي شخص قادرا على القيام بشيء مثل ذلك. انفجر الأستاذ بالضحك. كان غراي مرتبكا، خاصة عندما ضحك الأستاذ بصوت أعلى. ثم فجأة أمسك الأستاذ به من الكتفين ودخل في مساحته الشخصية وأخبره أن ينتقل إلى دورة السحر. عرض عليه حتى أن يضمن له شخصيا. وفقا له كان غراي أكثر موهبة في السحر من المبارزة. رفض غراي بأدب قائلا إنه دائما ما قيل له إنه ليس جيدا في السحر. نظر إليه الأستاذ كما لو كان
هذه كانت نكتة مضحكة للغاية. لم يستطع أن يصدق أن غراي شخص يفهم تقنية ضغط الإثير بشكل جيد بما يكفي لإنشاء إثير مضغوط للغاية. يعتقد أنه يفتقر إلى الموهبة. وصف غراي بأنه عبقري يظهر مرة واحدة في الجيل، شخص حتى الأكاديمية ستصفه بأنه معجزة. أضاف أن من أخبره أنه ليس لديه موهبة سحرية لم يكن يعرف ما يتحدث عنه. ثم سأل مرة أخرى: هل كان غراية متأكدا حقا أنه لا يريد الانتقال إلى دورة السحر؟ كان معروفا عن الأستاذ أنه نادرا ما يمنح المجاملات، لذا كان الطلاب مذهولين، لم يستطيعوا أن يصدقوا أنه يمدح شخصا بهذا القدر. استمر في الضغط على غراي قائلا إنه إذا لم يدرس شخص مثله السحر فسيكون ذلك خسارة للعالم، وحتى وصفه بأنه جريمة ضد السحر نفسه. أطلق غرايا ضحكة عصبية، ثم حدث شيء جعله يتذكر فجأة من أين سمع عن الأثير بالفعل. تقنية الضغط من قبل في حياته السابقة في معسكر التدريب. كان شخص ما قد شرح أن في الأيام القديمة لم يكن الناس يعرفون حتى أن العود المعروف أيضا باسم قوة الحياة موجود بسبب ذلك. كان كاستنج السحر بشكل صحيح أمرا صعبا للغاية. كانوا مضطرين للاستمرار في ضغط الأثير داخل أجسادهم ويأملون أن يمتزج قليلا منه مع العود. صدفة فقط لإنشاء تعويذة قابلة للاستخدام. كانت امرأة ذات شعر أزرق باهت وعيون ذهبية قد اعتبرت تلك العملية مضحكة. الآن في الحاضر سأل غراي الأستاذ إذا كان قد سمع يوما عن العود. بدا الأستاذ مرتبكا. تلك ردة الفعل أكدت ذلك. هذا العالم لا يزال لا يعرف عن وجوده. أدرك غراي شيئا كبيرا. ما تعلمه في فرقة الإخضاع كان معرفة من المستقبل، وكان يعلم أنه يجب أن يكون حذرا بشأن من يخبره. أعاد الأستاذ الحديث وسأل مرة أخرى إذا كان مستعدا للانتقال إلى دورة السحر. قام غراي بانحناء لائقة واعتذر. أوضح أنه يحب السيوف وبقدر ما كان ممتنا للعرض كان عليه أن يرفض. قبل الأستاذ قراره، لكنه أخبر غراي أنه إذا غير رأيه يوما ما فهو مرحب به في أي وقت. شكر غراي الأستاذ بصدق، ثم أخبره الأستاذ بالعودة إلى مقعده، وأضاف أنه من الآن فصاعدا لن يوبخ غراي لأن يبدو مملا في الفصل أو حتى لمغادرته مبكرا، لأن كان يعلم أن هذه المحاضرة كانت بسيطة للغاية بالنسبة لشخص مثل غراي. تأثر الطلاب الآخرون. لم يصدقوا أن الأستاذ كارلوس يعتقد بهذه الصورة العالية عن غراي، بينما كان ليونهاردت يراقبه عن كثب. كان يمسك صدره وتوردت خديه قليلا بينما كان ينظر إلى غراي بإعجاب، حتى أنه ناداه بلقب اللورد غراي. شعر غراي بقشعريرة تسري في عموده الفقري. كان الأمر بصراحة قليلا مخيفا. في وقت لاحق من ذلك اليوم تلقى غراي رسالة من الأستاذة أوريل تطلب منه أن يأتي إلى مكتبها بعد الفصل. أصابته الدعوة المفاجئة بالدهشة. تساءل إذا كان لها علاقة بالأستاذ كارلوس. خمن إنها قد تخطط أيضا لتوصيته بالانتقال إلى دورة السحر. عندما وصل إلى مكتبها وقف أمام الباب قبل أن يتمكن من الطرق. نادت الأستاذة أوريل من الداخل قائلة إنه ليس مغلقا. دخل لكنه تعرض للهجوم فجأة. سحبوا سيفه بسرعة وصد الهجوم بسهولة. كانت الفتاة التي هاجمته مذهولة. أدرك غراي أنه تصرف بدافع الغريزة فقط، لكنه لا يزال يريد أن يعرف لماذا هاجمته. ثم نظر جيدا إلى وجهها وصدم. كانت تبدو مألوفة مثل شخص قد رآه من قبل.